ريموت التلفزيون في ايد الراجل ولا الست؟ كلكم هتقولوا لي يا ولاء ريموت التلفزيون في ايد اللي قاعد على الكنبه الاول. هقول لكم مش قصدي ريموت التلفزيون، انا قصدي ريموت الحياه. هحكي بقى معاكي على ريموت الحياه بينك وبين جوزك، بس الاول ما تنسيش تدوسي على شويه الزراير اللي حواليا. الريموت ده فيه زراير كتير، وانا دلوقتي هدوس على زرار العلاقه في الخطوبه. هيبقى الريموت في ايد مين من الاتنين، الراجل ولا الست؟ ما ينفعش الريموت في الخطوبه طول الوقت يبقى في ايد واحد بس. في قرارات هتحتاجي ان الريموت يبقى في ايدك، وفي قرارات انت من نفسك هتسيبي الريموت لخطيبك. نصيحه مني بقى يا شباب، لما خطيبتك تديك الريموت رجعه لها تاني. في شباب بقى هتقولي ما انا كده هتساق طول الجواز. يا عبيط، وفر على نفسك وش الخطوبه، علشان هي لو مسكت ودانك مش هتسيبك. واحنا عارفين الرجاله كلها عندها عمى الوان، هو اللون البني اللي بيتلطع على الحيطه. عدينا فتره الخطوبه والريموت كان معاكي وشويه معاه، نيجي بقى لزرار الجواز. زرار بقى العلاقه بين الراجل ومراته، ده في ايد مين؟ وده سؤال مهم جدا، المفروض والمنطقي مناصفه بين الاتنين. بس نصيحه مني ليكي، اللي يمسك ريموت العلاقه الزوجيه يتمتع بالصفات التاليه: هدوء الاعصاب، طولة البال، العقل، يتمتع بالقدرة على إدارة الحوار، قادر على حل المشاكل وحسن التصرف. وتقريبا جميع الصفات دي كلها موجودة في الراجل. ده بقى زرار القرارات المصيرية للأسرة. القرارات المصيرية للأسرة يعني دايما المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. يعني اعتبري نفسك كده هو القبطان وانت القبطان المساعد. يعني القرارات لازم تطلع منه هو، مش معنى كده انه يبقى ديكتاتور، لا، في نقاش الأول، بس في الآخر القرار لازم يجي من رب الأسرة، لأن هو اللي بيتحمل كل الأعباء الخارجية، وخاصة جزء فيه اللي هو جيبه. بس عاوز أقولك إن الراجل الصح في بعض القرارات المصيرية بيسيب الريموت لمراته، لأنه بيبقى واثق وعارف إنها هتتصرف صح. ده بقى زرار القرارات التافهة. القرارات التافهة اليومية بنحبها احنا جدا كأمهات، قرارات صغيرة وعلى قدنا ممكن الأم تحلها وتتصرف فيها. وعايزة أقولك إن الراجل لو اتدخل في القرارات دي هيتوه ويقع. زي انت بتختاري الدور على مين من العيال ينزل يجيب طلبات البيت من السوبر ماركت، هناكل ايه النهارده، العيال هيروحوا التمرين الفلاني الساعه كام، زهقانين من شكل الشقه هنشيل الكنبه نحطها مكان الكرسي والكرسي مكان الكنبه، الواد راجع بمشكله في المدرسه هتتحل ازاي، البنت جايه لي بكحك مالي الشهاده في المدرسه هنحلها ازاي. كلها قرارات ممتعه ولذيذه وصغيره، واحنا بنعرف نتصرف فيها كويس جدا. دلوقتي بقى العيال كبرت وعايزين ياخدوا الريموت في ايديهم، هنعمل ايه؟ مش كل عيل صوته يتخن يقولك هات الريموت يا ماما. لا يا حبيبي، انت لسه صغير على الكلام ده، اهدى شويه. لما يعقلوا ويكبروا هيعرفوا ياخدوا قرارات لوحدهم. وانت من نفسك هتحبي لما تشوفي ان ابنك او بنتك بياخدوا قرارات صح انك تديهم الريموت. في الاخر عايزه اقول ان في قرارات بيبقى لازم الريموت في ايد الراجل، وفي قرارات لازم الريموت في ايد الست. المهم اللي يمسك الريموت يتصرف صح، علشان الصح هيعود على البيت بالايجاب والغلط هيعود بالسلب. وخلي بالكم، اللي هيدوس على زرار غلط في الريموت مش هيعود عليه لوحده بالسلب، ده هيعود على البيت كله، علشان ساعتها الريسيفر هيبوظ. قولوا لي بقى في الكومنتات، الريموت في ايدك ولا في ايد جوزك؟ انا الريموت في ايدي، قصدي ريموت التلفزيون، ما توقعونيش في الغلط.